تفضل احكي. السلام عليكم الاخوان. فضيحه في خبر عاجل من العيار الثقيل من هوك، وباش نوريك الفرق ما بين المغرب والنظام المغربي وما بين نظام العسكر، النظام الجزائري، نظام عبد المجيد تبون والشنقريحه. عايروني بالحبس، تمنوا لي ما نخرج، تمنوا لي الشر، عايروا لي والديا، عايروا لي بلادي، عايروا لي الرئيس ديالي، سبوا الشهداء، داروهم كاع، بصح انا ما جبتش ولاد بلادي يتعايروا معاهم، انا قعدت وحدي وما زالني لحد اليوم. هي الجزائر اللي كتضلوا تعايروا فيها يوميا دارت البطاله ديالهم، دارت لهم الشوماج، كتعطيهم $100 في الشهر، وعندهم في المديونيه ديالهم عندهم الصفر، وكيحتلوا الرتبه 91 في التنميه البشريه. حنا المغرب كيحتل الرتبه 123، وديما كتعايروا الجزائر رغم ان الجزائر كتستعملوها غير شماعه، ما دارت لكم والو. ماشي هي الجزائر ماشي هي اللي كتسرق الثروات ديال المغرب، ماشي هي اللي كتختطف المختطفين والمعتقلين السياسيين وكتوضعهم في السجن، ماشي هي اللي كتكمم الافواه، ماشي هي اللي كتدل وكتقهر المغاربه. اللي كيدل وكيقهر المغاربه وكيكمم لهم الافواه وكيخلي لهم الثروات ديالهم هو النظام الملكي المغربي. اما الجزائر كديروا غير شماعه. يا ريت تنافسوا مع الجزائر وتعطيو انتم المغاربه 1000 درهم ديال البطاله، وتحاولوا يعني في التنميه البشريه تقدموا في التعليم وفي الصحه وتوفروا للناس السكن. في الجزائر اي انسان كيتزوج كيعطيوه الشقه، بشحال كيحسبوها ليه؟ ما يعادل $5000، بحال قلتي 5000 اورو، بحال قلتي 5 مليون مغربيه، وكيعطوني بدون فائده، وكيقولوا لي غادي تبقى تخلص 10% من المدخول ديالك. بحال مثلا الا كان كيتخلص مثلا $1000 يقول لك غتعطينا 10%، هي $100 في الشهر حتى تساليها. وفي المغرب كتقام عليهم الشقه ب 3 المليون كيبيعوا لك ب 25 مليون، وكتمشي تسلف من البنكه ديك 25 باش ترد على مدى 25 عام ولا 30 عام كتوصل ل 50 مليون. يعني ملي كتسالي ديك 30 عام كيبقى لك غير القبر غادي يديوك يدفنوك في القبر، كتلقى بديك البرطمان اللي بعتها لك اللي باعوها لك 25 راه انت خلصتيها ب 50 مليون، لان البنك دافع لك فائده 25 مليون. ومع كتكملها كتلقاها رابط، لان الانستالاسيون الشبكه ديال الماء وديال الكهرباء والزنلج اللي دايرين فيه الابواب ديال كلشي مغشوش، ما كاينش الجوده، غير كور وعطى العوض. هاد البناء الاقتصادي وهذا البناء اللي ما كاينش مراقبه، هاد البناء اللي كيبنيو هاد المقاولات كتلقى الانسان كيشري دار ب 25 30 ب 40 مليون، ما كدوش حتى 20 مليون كيبدا يطيح لك حيط من النار، الماء كيقطر عليك من الفوق، الضوء كيتقطع عليك، صافي كتعود بحال شي خربه. الا بغيتي تبيعها ما تجيب لك حتى شي ريال. الجزائر لا، ودول اخرى كيساعدوا الناس باش تتملك، لان الانسان ملي كيتملك يكون عنده واحد الاستقرار، حتى دوك الاولاد ديالهم اللي كيتزادوا ما كيكونش عندهم واحد الضغط نفسي، وكيشاركوا كيبنيو تما المجتمع، وكيكون المستقبل ديال الطفوله ديال ديك البلاد مستقبل زاهر ومستقبل مضمون. وحنا الانسان المغربي مسكين ما كيتزوجش، حتى الا اضطر يتزوج تلقى حد ساكن في براكه ولا كاري بيت ولا ساكن في شي شقه وكيدفع اكثر من 70% من الخرصه ديالو كيدفعها في هذيك الشقه. كي غيدير تيعيش؟ كي غيدير تيقوي يقري الدراري؟ كي غيدير تيوكلهم مزيان؟ علاش دابا المغاربه بزاف عندهم داك الامراض ديال ضعف العريضه وامراض والذاكره عندهم ضعيفه، ما كياكلوش مزيان. ولكن اللي كياكل مزيان هو اللي كيلقى فكر مزيان رياضي كيقرا. هذا ما قاتلينه بالجوع رغم ان الملك المغرب فيه الخيرات، ولكن الخيرات استولوا عليها.